واخيرا انتهت رحله ماي هيرو اكاديميا. الرحله اللي استمرت 10 سنين، 180 حلقه، 181 حلقه. وبعد ما اتفرجت على اخر حلقه من ماي هيرو اكاديميا، انا حبيت ان انا اقعد يومين ثلاثه كده، اجمع افكاري، اشوف انا حاسس ايه بالظبط ونتكلم بقى فعلا عن ماي هيرو اكاديميا. انا مش مصدق بجد ان انا بقول الموضوع ده، بس في اخر موسمين ماي هيرو اكاديميا رجع حولني مره تانية كده هو الى فان كبير جدا لماي هيرو اكاديميا. وايوه، والنهايه بتاعت ماي هيرو اكاديميا كانت صادمه في انها كانت مرضيه جدا جدا جدا. سمعت كلام على النت ان الناس بتقول ان في بعض من التغييرات اللي حصلت من النهايه بتاعت المانجا، ان هم ايه راحوا ملمسينها كام لمسه هنا وهنا عشان بس ايه تبقى بيرفكت في الانمي. ولماي هيرو اكاديميا انا بس كنت مشاهد للانمي، والحقيقه هي ان انا كنت مشاهد لانمي ماي هيرو اكاديميا من اول موسم. يعني واول حلقات نزلت لماي هيرو اكاديميا، اول موسم نزل انا كنت بتفرج عليه اسبوع باسبوع. يعني كنت، يعني الكلام كان حوالين انا والشباب ان شايف الشو ده this is a big deal. يعني دي حاجة انت لازم تكون متابعها، عشان واضح ان هي حاجة هتبقى قدام جامدة جدا. طبعا ناهيكم عن ان اي حد كان رشح لي ما هيرو اكاديميا سابه، تمام؟ يعني خلاص هو اقتنع ان هو تراش وبطل فرجة عليه، وانا بس اللي فضلت ماسك المسلسل ده او الانمي ده. وحقيقة الأمر هي إن على طول السنين اللي فاتت أنا قلت إن ماي هيرو أكاديميا تراش لأسباب كتيرة جدا. أنا يعني في حاجات كتيرة أنا كارهها في ماي هيرو أكاديميا، وده اللي إحنا هنتكلم عليه يعني كمان شوية هنا في ال الحاجات السلبية اللي أنا شايفها في هذا الشو. وإن كان ممكن ماي هيرو أكاديميا يكون محطوط في لستة افضل الاعمال الشونن اللي اتعملت في تاريخ الانمي، بس في حاجه وقعته تحت كده. والحاجه اللي وقعته تحت دي اللي احنا هنستفيض فيها، هنتكلم فيها كمان شويه. بس نجاح كبير جدا في بتاع 3 افلام تقريبا، فيلمين او 3 افلام نزلوا تبع العالم بتاع ما هيرو اكاديميا، بس مش كانن، يعني مش مهمين الافلام دول، ما بيضيفوش حاجه للقصه. النهايه بتاعته بقى في الموسم الثامن اللي نزل ده 11 حلقه. كان الثامن او التاسع ناسي. anyway، اخر 11 حلقه نزلوا، يعني الحرب الاخيره. آه، يا الله، مرضيه. هو في الحقيقه اخر حلقه بالنسبه لي كانت الحلقه بتاعت الخناقه الاخيره، لما خلاص داكو راح وادى اللكمه الاخيره والرؤيه بتاعته اتحققت، او مش الرؤيه، الفويس اوفر اللي احنا بدأنا بيه المسلسل من زمان، اللي هو قال لك دي هي القصه ازاي انا بقيت اجمد سوبر هيرو في التاريخ والكلام ده. لما هذه الرؤيه بتتحقق وهو بيدي اخر اللكمه والسما بتقوم مفتوحه كده والنور بيرجع يدخل مره تانية، انا شايف ان هي دي اخر حلقه، لان خلاص دي هي قفلت الانمي كامل من اول حلقه لما قال الشيء ده لحد اخر حلقه. بس كان في حلقتين زياده اللي هو ايه، بندي لك قفله لكل قصه صغيره محطوطه، وبرضه بيحصل تايم سكيب. وده شيء انا توقعته واي باك وين زمان جدا. بس طبعا ما كانش ليه لازمه التايم سكيب ده. انا كنت متوقع في وقت من الاوقات ان لازم يكون في تايم سكيب في قصه ماي هيرو اكاديميا، بس طلع ان التايم سكيب اتعملت في اخر حلقه ولا اخر حلقتين، اللي هو يعني بتشوف الشخصيات بتوعنا وهم كبروا دلوقتي وكل واحد راح يعمل ايه. مش عارف بقى اورورافيتي دي راحت تشتغل كونسلر عشان تعرف العيال يكونوا يستخدموا القوة بتاعتهم في ايه. مش عارف باكاجو بقى الرقم، مش عارف مين شوتو بقى، مش عارف مين، والكلام ده. فكانت ايبولوجي اسمه ابولوجي، مش عارف انطقها. ابولوج، ابولوج لذيذ. ان احنا نختم بيه القصة كده. ولكن هيفضل الشيء الاساسي اللي مخليني ما اقدرش اقول ان ماي هيرو اكاديميا بيك، هو ان لا، مش علشان القصة بتاعته طفولية، لا مش علشان في حاجات كرنج، لا مش علشان اوه داكو سو كيو مش عارف مين، الحاجات الفاندم بتاعت ما هيرو اكاديميا بتخليه كرنج يعني، او الناس بتبص لها من الناحية دي كده ان هو في مين ستريمز ده على زوم، ولا اي حاجة من الحاجات دي. انا احب اتفرج لي على شونن لذيذ، ما عنديش اي مشكلة ان انا اتفرج على باور فانتسي صرف، تمام، ويكون في كل الخصل بتاعت الشونن دي، حاجة انا ما عنديش مشكلة معاها عادي. الشيء اللي انا عندي مشكلة معاه
هو التمطيط، والتمطيط هنا مش بس ان في حاجه في حلقات فيلر، لا، تمطيط في القصه ذات نفسها، تمطيط في بعض من المنعطفات اللي القصه اخدتها ما كانتش منطقيه نهائي، وفضلت قاعده زياده عن اللزوم. لو احنا هنقول ماي هيرو اكاديميا 181 حلقه، انا شايف ان في ممكن تقول 50 حلقه من الشو ده كامل ممكن يتشالوا. 50 حلقه انت مش محتاجهم بجد، ممكن ترميهم ولا هيفرقوا اي حاجه في القصه، بالعكس هيخلي القصه سهله للهضم احسن. يعني انت تتفرج على ماهيرو اكا، تمام، المشاعر اللي انت بتحسها في هذا الشو بجد متناقضه بشكل غريب. لما تتفرج مثلا على الستين ارك، تمام، اول لما ستين طلع مره واحده كده، وكان داكو عمل قضى بعض من الوقت بيتدرب، وعرف يستخدم رجليه، وتشوف ان داكو قادر دلوقتي يقف قدام ستين ومش عارف مين وحاجات، ارك خرافي. تمام، حاجه زي كده ارجوك خليها، مفيش اي مشكله، ارجوك خليها. بعد كده تروح للارك اللي هم مش عارف راحوا الى الغابه دي وفضلوا قاعدين فيها يجي بتاع 10 حلقات. احنا عملنا ايه هنا؟ استفدنا ايه؟ وكان المين فيلن لهذا الجزء من الارك مش عارف اللي هو الساحر ده، ولا اللي هو رجع في الاخر برضو وساعدهم في الحرب الاخيره، ده كان ليه يعني ولا كان ليه اي لازمه؟ بجد ما كانش ليه اي لازمه. تروح عند الارك الصغير بتاع الحرب، تمام، اللي اريسر هيد فيها قطع رجليه. تمام، بالمناسبه يعني اعتقد ان انتوا لو اتفرجوا في لحد اللحظه دي تعرفين ان انا هحرق براحتي. الحرب الصغيره، تمام، مع تومورا قبل ما نروح للحرب الكبيره، بعد ما خلاص اول فور وان عرف ياخد جسم جديد والكلام ده، الحرب دي خرافيه. الكم حلقه اللي ورا بعض دول، وبرضه باكاجو شبه بيموت لما بياخد كم من طعنه كده، حاجه بنت لذيذ جامده جدا. ده كان ناحيه الموسم السادس تقريبا الكلام ده. ايه اللي بيحصل بعد العظمه دي؟ ناخد الميني ارك لما داكو بيسيب الشباب كده وبيقول لك انا خلاص بقى هبقى فيجيلانتي، وبنمشي كده وان هو ايه، اورا فارمنج بقى بشكل مش طبيعي، وبقى اسود في اسود وماشي لوحده وعمال بيتبهدل لحد لما العيال بتوع وان ايه بيجوا بياخدوه مره تانية وبيساعدوه مش عارف مين. ولا ليه اي لازمه. هذا الجزء من القصه يتشال، ملوش اي لازمه، ما فاتش اي حاجه. يعني استفدنا ايه من الموضوع؟ ان احنا عرفنا ان الشباب دول قريبين مع بعض. ممان ممان ده من اول خناقه ما بين اول مايت و وان فور اول فور وان، تمام، لما كانوا خاطفين الواد باكوجو، وهم كلهم اتجمعوا وجابوا خطه عشان يطلعوا باكوجو من الموضوع. خلاص ده استابليشد، احنا عرفنا الجزء ده في العيال دول، مش لازم تعيد وتزيد وتلت وتعجن في الموضوع. بس اللت والعجن في الحاجات دي بجد مستفزه، فيخليك تكون واصل لبيك مشاعر، بيك انيميشن، بيك عظمه، جمدان بشكل مش طبيعي هنا، الى حلقتين واحنا في حفله موسيقيه بنعمل وات ار وي دوين؟ بنعمل ايه يعني ليه؟ بجد حاجه تقهر. بس للاسف هيبقى خلاص جزء من الشو ده، ده شيء بجد مضايقني. يعني هو الشيء اللي موجود فيه ده مش فظ زياده عن اللزوم ان احنا نقول ان هو فيه الاف الحلقات، لا، هو 100 في الاخر، هو 180 حلقه، تمام. بس ما اكدبش ان ال 40 50 حلقه اللي كانوا مدسوسين في النص دول. والحاجه اللي مستفزه برضه ان ال 50 40 حلقه اللي انا بتكلم عليهم دول مش جزء من ارك واحد او جزء من مكان واحد، لا، هم متبعثرين على الثمان مواسم. فاهمني؟ يعني ممكن في الموسم الاول تلاقي حلقه، ممكن في الموسم الثاني بتاع التورنمنت ارك ومش عارف مين، وفي النص الثاني بتاع ستين ومش عارف مين، ممكن تلاقي بتاع 4 5 حلقات هنا. فاهمني؟ هتلاقي بتاع 4 5 حلقات في الموسم اللي بعده، فهم متبعثرين. فانت تلاقي الموسم ماشي كله مد 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 مد، بس في اخر الموسم يكون فيه الخناقه بتاعت اسمه ايه ده، ابو شوتو، اسمه ايه الراجل اللي بيولع نار؟ ناسي اسمه. اندافر، تمام. الموسم ده انا فاكر الموسم ده كان كله مد او معظمه كان مد، تمام. هو ده نفس الموسم بتاع اوفر هول؟ مش فاكر، بس الكام حلقه بتاعت اوفر هول كانوا جامدين. لازم اعترف بده. بس مد 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 في الاخر واحده من اجمد الخناقات اللي حصلت. بجد التضارب ده في الجودة مخليني مش قادر ابلع المسلسل ده، او مثلا ان هو يتحط في التوب 5 او التوب 10 عندي. يعني لو هتكلم على حاجه زي اتاك اون تايتن، انا لما بقول مشكلتي مع اتاك اون تايتن خاصه في النهايه، بعيدا عن مشكلتي مع القصه ذات نفسها،
مشكلتي كانت في الطريقه اللي طلعوا بيها الموسم الاخير. تمام، فاللي هو الموسم الاخير الجزء الاول، فالجزء الثاني، فالفيلم الاول، فالفيلم الثاني، بوظ من الليجاسي بتاعت الشو. انا كنت عايزه يفضل شو زي ما هو، فاهمني؟ بس دي حاجه ما اثرتش قوي في القصه اللي بتتحكي. انما مع هيرو اكاديميا، بعيدا عن ان كان في كميه بزنسه في الموضوع، وكل شويه ينزل لك بفيلم، كل شويه يكون في فان سيرفيس مستفز. القصة جامدة بس كان فيها مط كتير في النص، فخلاص ده جزء من القصة لازم يتحكم عليه كجزء من التجربة. في ان انت بتتفرج على ماي هيرو اكاديميا، انت لازم تعمل حساب الحاجات دي. كقصة بقى بتاعت ماي هيرو اكاديميا، هي قصة شونن مفيش اي اجمل منها. عندك الام سي الشونن التقليدي جدا، الولد اللي عينيه بتلمع، اللي عنده هدف نبيل عايز يوصل له، صراع ما بين الخير والشر. والشر هنا مجسد فيه اول فور وان، تمام، مش مجسد فيه الواد تومورا. تمام، ان يعني في الاخر كده بيدي لك ايه، بعض من الحاجات ال الها اللي هو الواد يا عيني كان متبهدل وهو صغير، وكان مضحوك عليه ومش عارف مين، فمش هنديله مش هنخليه يتقفل على انه شخص وحش. هو فيلن، بس هو فيلن نتيجة للحاجة اللي مر بيها في حياته، او حاجة زي كده. اوكي ماشي، انا فاهم الناحية اللي انتوا رايحينها. بس انا عاجبني برضو ان شخصية داكو، ميدوريا، ايزوكو ميدوريا، في طول الشو، اوكي، وهو كونسيستنت. يعني حتى لو تم تحديه في كم من مره، والمعتقدات بتاعته كده هو اتهزت كم من مره، التغير اللي حصل له كان بسيط جدا. وانا ما كانش عندي مشكله مع الموضوع ده. وهو في الحرب الاخيره، انا كان عاجبني قوي 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 ان هو عنده هدف واحد. انا عندي شغل، انا دلوقتي مش، انا طول عمري عمال بقول انا عايز اكون هيرو، وعايز، وانا ببص لاول مايت ان هو اول مايت خرافي واول مايت جامد، وانا عايز اكون زي اول مايت. خلاص جه وقت الامتحان، فانا هعمل اللي عليا. انا هعمل اللي عليا، انا هتغاشم، ما فيش اي مشكله. فيستخدم مش عارف قوه الخامس او قوه السادس عشان يربط جسمه حرفيا، لان جسمه عمال بيتكسر. مفيش تفاهم داخل بشكل جامد جدا. انا عجبني الحته دي فيه. عجبني ان ما كانش فيه الشعور ده بتاع اللي هو انا هعتمد على قوة الحب، او هعتمد على قوة الصداقة، او هعتمد على طاقتي الطيبة اللي جوايا علشان افوز. لا، هو كان قاعد بيتمرمط في الخناقه الاخيره دي، وهو كان تمام مع الموضوع. لو هو كان هيموت في الوقت الحالي، هو ما كانش عنده مشكله مع الموضوع. وده شيء عجبني في الشخصيه دي على النهايه. هل بقى نقول ان القوه بتاعته تتاخد، او ما يكونش عنده بقى نفس القوه بتاعت اول وان فور اول على نهايه الشو؟ صراحة الواحد كان متوقعها. يعني كانت شيء متوقع من رحلة البطل عامة، الهيروز جيرني في طريقة حكاية القصص. وده برضو من الأسباب اللي خلينا أقول إن هو شونان جميل، لأن هو بيحكي لك القصص البيسك جدا، بس بشكل لذيذ. فأوكي، كان متوقع إن على النهاية إن هو يرجع لنفس المكان اللي بدأ منه، ولكن اتغير سنة. هو داء الجمدان بتاع إن هو يكون هيرو والكلام ده. ننتقل دلوقتي إلى الكلام على، اعتقد، افضل شخصيه في ماي هيرو اكاديميا، والشخصيه اللي فعلا سحرتني واللي خلتني احب هذا الشو بشكل مش طبيعي، الا وهو شخصيه اول مايت. قلتها قبل كده، هرجع اقولها تاني. انا شخص بحب الكوميك بوكس، بحب القصص بتاعت السوبر هيروز. انا ما اعتقدش ان في شخصيه سوبرمان تم تجسيدها بأي شكل من الأشكال، سواء كان على فيلم أو مسلسل أو أنمي، زي أول مايت. وأول مايت هو السوبرمان المثالي، رائع جدا. انت ممكن وانت بتتفرج على ماهيرو اكاديميا تحس ان هم ايه، مقفورين ناحيتين، مقفورين حبتين، من ناحيه ان خلاص يا حبيبي كله بيعشق اول مايت، كله بيقول ان اول مايت غير حياتي، كله بيقول ان كل الفيلنز بيخافوا من اول مايت عشان اول مايت مش عارف مين. كمان يعني مش للدرجه دي مقفورين الموضوع، بس فعلا الطريقه اللي اول مايت معمول فيها في الانمي شيء انت سهل تنبهر بيه، وتشتري الكلام اللي بيقوله. لان كونه ان هو مش الصورة الضخمة اللي عندها عضلات دي دايما، لا، هو بس بيحط الشكل ده علشان يدي امل للناس. بس في الحقيقة هو انسان
اكتر من عادي، بل الانسان خلاص يعني العفى عليه الزمن، فانت بتشوف الجانب ده منه، والجانب ده بيخليك تتعلق بيه اكتر. ده الحلو في الموضوع. ولما بترجع بقى الفلاش باكات ليه، وهو في الايام التمرين بتاعته، وتفهم الفلسفه بتاعته، وتفهم هو ليه عاوز يكون بطل، وايه فكره ان انت لازم تكون بتبتسم دايما، وكل الحاجات دي شيء خرافي جدا. والفلسفه بتاعته دي بتنعكس في الطلاب بتوعه، فلما الطلاب بتوعه يكبروا حبتين ويدخلوا جوه معارك، بتلاقيهم ان هم بيمشوا بنفس الفلسفه بتاعت اول مايت. ولما نشوف واحده من الابطال بتاعته دي، ستار اند سترايب، واحده من الطلاب خلينا نقول بتوعه دول، ستار اند سترايب، اللي هي طلعت في 3 4 حلقات فقط، بس كان ليها تاثير كبير. كان ليها تاثير كبير ليه؟ عشان اول مايت اثر فيها وهي صغيره، تمام. فهي فضلت شايله العبايه بتاعت اول مايت دي طول ما هي كبرت، لان مش هتنساله الجميل ده. فانت بتشوف نتيجه الراجل ده. طب هو بعد السنين دي كلها هيعمل ايه؟ خلاص بقى هيعتمد على الجيل الجديد ان هو يشيل بقى الموضوع لوحده ويكمل؟ لا 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 لا، ينزل المعركه هو كمان، ويتحول من افضل تجسيد لسوبرمان، تمام، الى واحد من التجسيدات الغريبه لباتمان، تمام. الارمورد اول مايت سوت. يعني في البدايه، لان هي اتثبت على كليف هانجر، اللي هم عرضوا البدله في نهايه الموسم السابع، وبعد كده كملنا الخناقه دي في بدايه الموسم الثامن. انا حسيت ان هي كانت تبقى كرينجي شويه في البدايه صراحه، ما اكدبش عليكم، اللي هو كمان مان، العالم ده يعني العالم بتاع ما هيرو اكاديميا زودها كل حاجه بقت خلاص يعني. مفيش قوانين او قواعد احنا ماشيين عليها دلوقتي، كله بقت تبقى زياده عن اللزوم. وش دخل اول مايت دلوقتي وهو بيفرفر؟ الراجل كبير جدا، هيلبس بقى البدله بتاعت بتاعت اللي هي فرانك ميلر، الروايه بتاعت فرانك ميلر بتاعت باتمان فيرسس سوبرمان. بس مش رخيصه حبتين ان هم ياخدوا المخرج ده، ان هم يرجعوا اول مايت للخناقه. بس الحاجه اللي عجبتني في الخناقه دي ان اول مايت دلوقتي اتعلم من الطلاب بتوعه، فكل القوة اللي بيستخدمها هي القوة بتاعت الطلاب بتوعه، او يعني مستلهمة من قوة الطلاب بتوعه. فده برضه شيء عجبني جدا. وعجبني ان في اخر حلقة بقى اول مايت قال لداكو: يا عم انا عارف ان انت وحشك السوبر هيرو وورك، فخد ادي البدلة ال 5000 مليار دولار، عشان بس تروح تلعب مع اصحابك تاني، تعمل شغل سوبر هيروز وبتاع. يا كأي شخص، أي شخص بيحب الأعمال السوبر هيروز، أعمال الأبطال الخارقين، قصص الكوميك بوكس، 100% أنت لازم هتحب ماي هيرو أكاديميا. هتحب الفيلنز بتوع ماي هيرو أكاديميا، هتحب الأبطال بتوع ماي هيرو أكاديميا، هتحب ال هتحب الطريقة اللي القصة دي بتتحكي بيها، لأن حتى وهم بي بيبنوا شخصية داكو أو ميدوريا، علشان إن هو هيكون أهم أقوى بطل في العالم، وإن هو في هدفه إن هو يبقى أجمد واحد في الدنيا ومش عارفين والكلام ده. هم برضو واقعيين حبتين، لأن انت بتفهم في النص كده ان لا، يعني في ناس كتير اجمد من ميدوريا في العالم ده. فاللي بيحصل هنا ان احنا بنبني ميدوريا على انه هيكون واحد جامد جدا ومهم جدا، عشان يعمل شيء واحد، عشان يتيك اوت اول فور وان. ده هو مهمته. انما هو مش افضل بطل خارق في العالم، او اقوى واحد في العالم. لا، هو اقوى واحد او مهم علشان شخص واحد بس. فانت بتفهم ده اكتر، او النقطه دي بتتوضح اكتر بتقديم شخصيه زي ليميليون مثلا. دي شخصيه خرافيه، شخصيه رائعه، وهدفها في القصه ان هي تدينا مثل اعلى تاني لداكو ان هو يوصله، وبرضه يفهمك ان في ناس جامده في العالم ده غير داكو على فكره. وبرضه يجاوب على السؤال: طيب ليه اول مايت ما اختارش واحد زي الليميليون ان هو ينهارت او ياخد وان فور اول، او اول فور وان؟ ليه ما اختاروش هو؟ فاحنا نفهم بعدين ان لا، نفس الانالوجي بتاعت الكوبايه، ان احنا محتاجين مكان فاضي علشان نحط فيه كل القوة دي مع بعض تتحط عشان تكون سلاح واحد. السلاح الواحد ده ليه مهمة واحدة: ان هو يتيك اوت او ينهي على اول فور وان. اسلوب رائع جدا في تقديم شخصيات جديدة، والشخصيات دي بكونهم جامدين جدا برضو ما يغطوش على جمدان الشخصية الأساسية بتاعتنا. اعتقد ان لو هنصنف افضل لحظات لماي هيرو اكاديميا، انا ما كنتش مجهز ده على فكره، بس خليني اقول لكم دلوقتي افضل 5 لحظات بالنسبه لي في ماي هيرو اكاديميا. اعتقد ان هيكون في رقم
رقم 5 الخناقة بتاعت شوتو وميدوريا في التورنمنت ارك الموسم الثاني بقى خرافية. فكرة ان ميدوريا مهتم جدا ان صديقه او زميله يكون متقبل نفسه تمام، ومتقبل نفسه زي ما هو مش علشان وارث شيء هو ملوش ايد في الموضوع. انت مالكش ايد في الموضوع، انت ما اخترتش ان انت تتولد كده. فخلاص ما دام انت اتولدت كده، اي جانب من شخصيتك هو بتاعك انت يعني. انت اللي ليك الحق تعمل بيه اللي انت عاوزه. فكانت خناقه خرافيه جدا، وبيفهمك ان ميدوريا مش عاوز يفوز وخلاص، لا ميدوريا فعلا عاوز يساعد كل الناس. فان شوتو في الوقت ده فعلا يتقبل نفسه وما يكونش بقى عنده الضغينة دي او عنده الكراهية لهذا الجزء من نفسه، ويستخدم القوة اللي ورثها من ابوه، بس من جواه يكون متصالح مع ده ان القوة دي مش بتاعت ابويا، لا هي بتاعتي انا، وهي جزء مني، فخلاص انا اللي هستخدمها. فلحظة في منتهى الجمال. ممكن نقول في رقم 4 الخناقة الأخيرة. تمام، الخناقة الأخيرة كانت بتحصل في نفس الوقت، ميدوريا ضد تومورا، وباكوجو ضد اول فور وان. تمام، دي كانت جامدة جدا، الاتنين وهما بيتعاملوا في نفس الوقت خرافية. ممكن نقول في رقم 3 الخناقة بتاعت ستين، لأن إيدا الرئيس بتاع الطلاب، او مش عارف بقى، رئيس اتحاد الطلاب وات ايفر ات از، بنفهم ان البطل مش لازم يكون بيرفكت، لا ممكن يكون معمي من رغبة الانتقام، بس في نفس الوقت بيجوا زمايله بيطلعوه من الدوامة اللي هو ممكن يقع فيها دي، وبرضه في نفس الوقت بنتقدم الى انتي هيرو او فيلن بستين بشكل مش طبيعي. ودور ستين هيكون جاي قدام بشكل جيد جدا، وحلو قوي ان هم ما خلوش ستين يكون جزء من الليج اوف فيلنز. انا عاجبني جدا الموضوع ده. رقم 2 لما ايزوكو ميدوريا كان بيدافع على الواد اللي هو بتاع المية ده، وكان الفايت بتاعه مع ماسكلر. الفايت ده موجود على يوتيوب، تقريبا 90% من الفيوز اللي موجودة على الفيديو ده مني. انا كل وقت التاني لازم افتح الفايت ده واتفرج عليه، لان في فايت واحد انت بتفهم الشخصية بتاعت ايزوكي ميدوريا، انت بتستمتع بانيميشن اكثر من رائع. وكلام قليل اللي بيتقال هنا، اول لما ميدوريا بيقوم قايل از اف ان انا هسيبك تروح وتأذي العيل الصغير اللي انا بدافع عنه ده، وانت شايف ان ميدوريا خلاص اتدغدغ مش هيقدر يعمل اي حاجه. وفي الوقت ده ميدوريا ما كانش بيعرف يستخدم وان فور اول لسه، ولكن قدر يستخدمها. خرافيه، اجمد سماش راح هو اديها. وطبعا اعتقد ان رقم واحد هيكون الخناقه بتاعت اول مايت واول فور وان. دي مش فيش اي حاجه هيتعدى على الفايت ده. وخد بالك ان انا ما بتكلمش على الفايت ذات نفسه، لا انا بتكلم على التجربه كامله، يعني ما قبل الفايت وما بعد الفايت، لان اعتقد ان ما بعد الفايت هي اهم نقطه ان بطريقة أو بأخرى حصل حاجة قدامنا على الشاشة. كل الناس اللي جوه العالم بتاع ماي هيرو أكاديميا فهموا اللي حصل على الشاشة ده بطريقة، ولكن ميدوريا فهمها بطريقة تانية، واحنا كمشاهدين فهمناها بالطريقة دي. لما اقول مايت يشاور على الشاشة ويقول you're next، دي جملة ممكن ناس كتيرة تفهمها ان هو يور نيكس، ان هو بيهدد مثلا ال الفيلنز اللي موجودين في العالم ده، او يور نيكست اللي هو خلي بالكم في خطر جاي عليكم، بيكلم الناس العاديين فخلي بالكم من نفسكم، احموا نفسكم وبتاع، لان ممكن الخطر الجاي يجي عن حياتكم. بس في الحقيقة احنا عارفين ان الهلع اللي اول مايت مر بيه دلوقتي والمصيبة اللي عمالة تحصل دي، هو بيشاور ليزوكو ميدوريا، بيقول له مش انت عايز تبقى هيرو؟ مش انت عايز تحايل عليا؟ ان مش انت عمال بتسأل هل ينفع اكون هيرو من غير كورك؟ ادي يا معلم العالم اللي احنا عايشين فيه. مبسوط؟ خلي بالك بقى عشان الدور الجاي عليك، وانت غصب عنك دلوقتي على كتافك التقل ده، ولازم تشيله. رائع 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 رائع. بس عمره ما هيكون في التوب 5 او التوب 10 بالنسبه لي صراحه، لان
المط الغير مبرر في القصه بجد بجد يقفل الواحد. ايوه، دي كانت كل حاجه عندي اللي ماي هيرو اكاديميا. عرفوني في الكومنتات ايه الهايلايتس بتاعت القصه دي، ايه افضل لحظات بالنسبه لكم في الانمي، وخلينا نكمل كلام تحت. وشكرا على متابعتكم، وصلكم لنهايه الفيديو. سلام.